اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا مساء الفل، يا مساء الخيرات، يا مساء السعادة على عينكم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة حبيت أشارككم يومياتي كده. يوم عملت فطار كده. النهاردة عملت الكفتة زي ما انتوا شايفين كده بطريقة جديدة خالص. الوصفة دي أنا خدتها آه، من واحدة فلسطينية. بصراحة والله العظيم يعني مش قادرة اوصف لكم جمالها وطعمها. اقسم بالله قلت يا ريتني عملتها من زمان ويا ريتني جربتها من زمان. بصراحة خرافة وتحفة، اقسم بالله. يعني طعم جديد تاني خالص، طعم الكفتة. وغيرنا طبعا طعم الكفتة التقليدية اللي هي الشوي العادي والكلام ده. فاحنا بصراحة عملناها بطريقة خرافية وكانت جميلة جدا. بس قبل ما نخش على التحضير والمقادير نصلي على الرسول كده. وما تنسونوش بلايك وشير واشتراك في القناة. احنا قلنا الاول نبتدي بالعصاير. قلت هعمل عصاير كده واركنها على جنب. عملنا قمر الدين، جبت نص لفة من قمر الدين، ومعايا هنا بولة فاضية، فانا هقطعها بالمقص كده قطع صغيرة زي ما انتوا شايفين. بصراحة طبعا رمضان ما نقدرش يعدي علينا رمضان وما نعملش عصير قمر الدين بصراحة. ده بيروي جدا في الصيام وحلو قوي كده. قطعت نص اللفة اللي معايا وجبت مية مغلية وهنزل بيها على قمر الدين، وهسيبها لمدة ساعة اتنين لحد ما اخلص الاكل بتاعي خالص. وبعد كده هنرجع لها ونشوف في الاخر هنعملها ازاي. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسونوش في لايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصلكم مني كل جديد. ورمضان كريم عليكم يا رب. اللهم امين، واجعله شهر خير وشهر بركة، وكل سنة وانتم طيبين. وقلت طبعا هنعمل هنا كمان حبة عصير فراولة. معايا الفراولة هنا غسلاها كويس وشايلة وهشيل اللي هي الذرة بتاعة الفراولة اللي فوق دي اللي ملهاش اي، اللي مش مستحبة خالص. واقطعه كده تقطيع عشوائي وهسيبه كده. هرش عليه حبة من السكر هتشوفوا معايا كده، وهسيبه لحد ما طبعا ننزل شربات الفراولة وهوريهولكم كده في اخر الفيديو. حط السكر بتاعه 3 معالق من السكر. مش هحط سكر تاني، مش هضيف اي سكر تاني. 4 معالق اهم، 5 كمان. ايه ده ايه ده! وبعد كده خلاص انا ركنتهم على جنب. وهنا معايا بطاطس مقطعاه حبتين من البطاطس حلقات كده، ومعايا كام حبايه من الطماطم وقرنين شطه، ومعايا 3 بصلات كده حلوين. ممكن تضاعفي الكميه براحتك على حسب ما انتي عايزه. وبعد كده جبت هنا بايركس مفهوش اي حاجه، مغسول وناشف عادي مفهوش اي حاجه. واقطع البصل كده تقطيع جوانح عشوائي اي كلام كده زي ما انتوا شايفين قدامكم. كله على بعضه كده هقطعه عشوائي زي ما انتوا شايفين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش في لايك وشير، ما تسرحوش بقى، ما تنسونوش في اللايك والشير والاشتراك في القناة. وبعد كده هقطع البصل، قطعته جوانح كده زي ما انتوا شايفين. وهقطع الطماطم معايا برضو بنفس الطريقة. وبعد كده هقطع قرنين الشطة. انا حاطة 2 شطة حامي مش قوي يعني. ممكن تحطي حامي ممكن تحطي بارد سبايسي براحتك على حسب ذوقك، دي على حسب ذوقك انتي. بس بصراحة قرنين الشطة بيدوها طعم كده، وبصراحة وريحة وطعم خرافية. بعد كده هقطع قرنين الشطة زي ما انتوا شايفين كده. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ومعايا هنا 3 فصوص من الثوم برضو هقطعهم تقطيع عشوائي مش مفروم ولا حاجة. طعم بصراحة الثوم كمان كان عطوله طعم وريحة، اقسم بالله كانت قلب الدنيا. وهظبط الملح بتاعي كده وهحط ملح وفلفل وهظبطه زي ما انتوا شايفين كده. وهقلبه كله ده يعني هخلط كل الخليط ده مع بعضه يشرب من الملح والفلفل والخضار يشرب من بعضه كده. وهقلبه زي ما انتوا شايفين. بس كده تمام، خلاص كده تمام والدنيا حلوة والدنيا تمام. رشيت حبة كمون كده فوق وخلاص كده. انا احط زيت، ممكن تحط زيت زيتون. لو ما عندكش زيت زيتون ممكن زي حالاتي كده تحط زيت عادي مفيش اي مشكلة. بعد كده انا كنت مولعة الفرن وحطيت كل الخضار ده في الفرن.
بعد كده هنا معايا كبة، ومعايا 3 حبات من البصل، ومعايا قرن فلفل احمر وقرن فلفل اخضر، وهضربهم في قلب الكبة بدون اي حاجة. ومعايا بولة هفرمهم فرم ناعم زي ما انتوا شايفين كده، وهنزل في قلب البولة كده. ومعايا هنا نص كيلو لحمة مفروم، وعليه 20% دهن يعني. انا قلت للجزار انا عايزه تحط لي حته ليا ضاني كده، طبعا عشان لزوم الشوي وكده. بصراحه كان طعم الكفته خرافه. ومعايا هنا كيس من خلطه الكفته، انا حطيت معلقه كبيره، لو مش متوفر ممكن تستغني عنها، ما فيش اي مشكله. وحطيت الملح، وحطيت الفلفل الاسود، وظبطت بهاراتي وظبطت ملحي. وحطيت هنا السر، المكون السحري ده، اللي هو نص معلقه بيكنج باودر، طبعا عشان الكفته زي ما انتوا شفتوها معايا في اول الفيديو مفرغه كده ومش مكتومه. وهفضل اقلب الخليط بقى. لقيت المعلقه مش نافعه بقى، قلنا نستعمل ايدينا، عشان انا عايزه كل الخليط ده يتناسق مع بعضه كده، وكله يبقى عجينه واحده زي ما انتوا شايفين كده. انا عايزه اللحمه تعمل لي عرق كده عشان تبقى الكفته متماسكه معايا زي ما انتوا شايفين. هفضل اعجن والت فيها لحد ما المها كلها على بعضها كده. شايفين المنظر؟ والله العظيم وريحه اللي الضاني كانت قلب الدنيا من قبل ما نعمل اي حاجه. بس كده تمام كده، احنا خلاص شايفين انا مسكتها كده تماسكت معايا اهي بكل سهوله، ولا صفينا البصل ولا اي حاجه، بخيرة رب كده ببركته، ما اثرش علينا في حاجه. وبعد كده جبت البولة وجبت طبق، وهفضل اصبع كده بايديا. انا مش هصبع على، ممكن تصبعي على شيش طاووق زي براحتك، ممكن على ظهر معلقة، مفيش اي مشكلة. بس انا قلت ايه، انا هعملها على ايديا كده عشوائي كده، صوابع عشوائي، عشان أنا طبعا انا هحطها فوق الخضار، انا مش هشوي على سياخ ولا فحم ولا اي حاجة. بصراحة جربي الكفتة بالطريقة دي والله العظيم وهتدعيلي، والله كان طعمها وريحتها قلبين الدنيا اقسم بالله. وعملنا، انا بصراحة انا ما اكلتش رز، والله بصراحة انا اكلت الصوص كده بتاعها والخضار، بصراحة بالعيش كان طعمه خرافة، كانت حاجة خرافية. جربيها بالطريقة دي ومش هتندمي، وربنا يحسن ما بين ايديكم، وهتطلع احلى من انا عملتها ان شاء الله، عشان انا عارفة متابعيني شطار طبعا حبايبي، وطبعا مفيش اي حاجة بتتصعب عليهم زي حالاتي كده. بعد كده الخضار استوى بقى، شموا الريحة بقى، مش قادرة اوصف لكم كل الصوص اللي في الخضار ده احنا هنحتاجه. والله العظيم كان خرافة، طعم الصوص خرافة. كانت كده رصيت الكفتة بتاعتي وخلاص، انا هنرجعها الفرن تاني. انا ما خدتش حاجة من الصوص ولا اي حاجة دلوقتي. بقى الكفتة بقى بتنزل البهاريز بتاعتها كلها على الصوص ده، وبنحطه بقى. هتشوفوا هعمل خلطة بالطحينة كده بالصوص ده، بصراحة بتبقى وبحطه على وش الكفتة، وبحطه تاني في الفرن. بصراحة بيطلع زي ما شفتوه في اول فيديو كده، حاجة خرافية. احنا قلنا بقى على بال الكفتة ما تشمع كده وتستوي، نعمل حبة رز كده بالشعرية. جبت هنا مكعب من الزبدة وحبة زيت، وهحمص وكوب من الشعرية كده، وهحمصهم كده تحميص العادي عادي، كلنا بنعرف نعمل رز بالشعرية. بس انا قلت طبعا هنصور طالما كده بيها طالما لسه بتستوي في الفرن، قلت اصور معاكم لحبايبي اللي لسه مبتدئين في المطبخ، اللي حاسين الحاجه البسيطه دي صعبه عليهم. مفيش حاجه صعبه والله، انتي لو حطيتي دماغك في اي حاجه هتعملي احلى 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 ما بتشوفي واحلى ما بتتفرجي، هتعمليها احلى احلى ما في الخيال. بس احنا ما نخافش من حاجه ونتشجع كده وهنعمل، وما نخافش من اي حاجه لحبايبي لسه مبتدئين بصراحه، وهتطلع الحاجه احلى ما انت تتخيل. هي مش هتصدق نفسها اصلا، احنا اصلا ستات شاطرين اصلا في المطبخ يعني. بعد كده خلاص الرز خلاص تمام معايا، ونزلت بكوبايتين من الرز وخلاص حطيت له الميه بتاعته، مكعب ماجي خضار، ظبطت الملح بتاعه تمام. وكده الكفته زي ما انتوا شايفين استوت معي، شايفين الصوص والبهاريز طبعا. بصراحه كانت الريحه وريحه اللي الضاني في الكفتة اقسم بالله كانت خرافية، مش قادرة اوصف لكم، بصراحة كانت جميلة جدا. وجبت حلة هنا ونزلت بالصوص، ونزلت يجي بنص كوب كده من الطحينة، وهفضل اقلب الصوص ده مع الطحينة لحد ما يتقل معايا ويبقى قوامه تقيل. وهرجع الصينية الفرن تاني كمان، وهتنزل صوص كمان من الكفتة ومن الخضار، وهنحتاجه كمان عشان نخفف بيه الطحينة. انا ما ضفتش اي مية ولا اي حاجة غير الصوص بتاع الكفتة والصوص بتاع الخضار بس، فقط لا غير.
اقسم بالله كانت الريحة والطعم مش قادرة اوصف لكم، والله كانت جميلة. كمان ممكن تضيفي على الكفتة فص توم مفروم زي ما انا عملت كده، بس انا حطيته في الاخر ما صورتهوش، بس انا قلت لازم اصارحكم بكل حاجة منساش اي حاجة. وحطيت هنا ليمونة عصرتها بصراحة، كل ما اضرب في الطحينة لونها بيفتح. وهنا علبة زبادي، العلبة العادية بتاعت السوق بتاعتنا، لو عندك انت عاملاها في البيت مفيش اي مشكلة، اهم حاجة يكون زبادي بصراحة. وهفضل احطه في الطحينة ده، وهفضل اضرب لحد القوام ما يبقى معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهظبط ملح واحط كمون واحط فلفل اسود، وظبطنا الدنيا والدنيا تمام، والصوص بقي معانا جاهز، والكفتة رجعتها تاني في الفرن بقى بتعيش حياتها. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش في لايك وشير واشتراك في القناة، ما تسرحوش. وبعد كده هنزل بالصوص اللي انتوا شايفينه ده، شايفين اقسم بالله كان طقه، شايفين منظر، لا فكت بقى ولا كشت ولا اي حاجة. اعمليها بالطريقة دي، ومنظر الخضار وطعمه بقى انه كانت لحمة عليه فليه ضاني اللي هي الكفتة. بصراحة انا كلت الخضار، اقسم بالله انا كلت الخضار اطعم من الكفتة بكتير، لانه واخد بهاريز الكفتة والتوابل وكل حاجة. وبعد كده نزلت بصوص الطحينة وحطيته حبة في الفرن تشمع معايا زي ما انتوا شايفين كده. وشايفين الكفتة طالعة بسم الله ما شاء الله، ولا الريحة ولا الطعم، اقسم بالله مش قادرة اوصف لكم. والله العظيم الناس بتاكلها في المطاعم بصراحة بسعر غالي جدا جدا. احنا عملناها في بيتنا وحاجة بسم الله ما شاء الله، وكلنا وشبعنا. وهتشرفك قدام ضيوفك في رمضان. وكده الرز خلاص معايا استوى. رجعنا بقى خلاص، احنا خلصنا الاكل وجهزنا الاكل وعملنا كمان سلطة خضراء وجهزنا كل حاجة. فانا قلت خلاص اضرب الفراولة، شايفين الشربات اللي نزل من الفراولة، انا ما ضفتش لسه اي مية اهو. انا ضفت ربع كوباية مية بس فقط مش غير، عشان انا بحب العصير تقيل ما بحبوش خفيف. وهفضل اضرب في الهاند بلندر كده زي ما انتوا شايفين لحد الفراولة دي ما تختفي معايا بصراحة. وكان طعم العصير اقسم بالله خرافة، رغم الفراولة ما كانتش حمرة قوي يعني، بس كانت تحفة. شايفين كده خلاص الفراولة خلصت معايا، فخلاص هندخل بقى على قمر الدين. صراحة ضربته كام ضربة كده في الهاند بلندر، ما حسيته ما دابش معايا، فاديت له ضربة كده في الخلاط داب معايا اكتر واكتر. بصراحة كان جميل وكان تحفة وكان طعمه خرافة بصراحة. حطيت له السكر بتاعه وسكر خفيف، صراحة كان طعمه وكل ما قعد معايا حبة بقى تقل شوية، بقي اتقل من كده بكتير. وكل سنة وانتم طيبين، وربنا يعاد عليكم الأيام بخير يا رب، ورمضان كريم. واللي نفسه في حاجة يحققها له، وربنا يجعلنا فيه دعوة مستجابة يا رب، اللهم أمين. شايفين منظر العصير والمنظر الفراولة، بصراحة حاجة كده تشرفك قدام ضيوفك. وخلاص طلعنا الصينية من الفرن، وحطينا عليها حبة بقدونس كده هي وسخنة، فبصراحة البقدونس كان مطلع ريحة تحفة اقسم بالله. بصراحة. وكده هنحط على السفرة بقى، خلاص المغرب أذن معانا كده، وهنحط على السفرة كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وتفضلوا الفطار معانا، بصراحة كان فطار شهي وجميل بصراحة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الأكلة دي أكلة سورية بيعملوها السوريين والفلسطينيين بصراحة، بس أكلة خرافية تحفة جميلة جدا. أنا بصراحة شايفين بقول لكم كلت بالعيش، أنا ماسكة الموبايل والله بإيدي التانية وبصور لكم أهو على قد ما أقدر. جربوها بالطريقة دي والله مش هتندموا. عملنا سلطة خضرة كده، وجبنا العيش الشامي الحلو الأبيض بتاعنا ده بصراحة، ومع الرز والسلطة كانت خرافة جدا جدا. ومنظر العصير بصراحة والله طعمه. وكل سنة وانتم طيبين، والحاجات الحلوة دي ما بنشوفهاش الا في رمضان، شهر الخير وشهر البركة وشهر الكرم. اللهم بلغنا يا رمضان يا رب واحنا في احسن حال، وجعلنا دعوة فيه مستجابة. لو وصلت لحدنا ما تنسونوش في لايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصلكم مني كل جديد، واشوفكم على فيديو جديد يا حبايبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.